لكن يعني أنا أريد تبريرا لمسألة المزايدة السياسية التي اتهمت بها الأحزاب. ما الذي تجنيه الأحزاب في النرويج من المزايدة السياسية بقضية الملا كريكار و يعني كل حزب يزايد على الآخر في مسألة إبعادك؟ هو لأنهم أولا افتعلوا القضية وضخموها إلى درجة الآن لا يستطيعون تصغيرها. والإعلام السحري، الإعلام الفرعوني أيضا، ضخمت الموضوع إلى درجة في كل بيت يتخيلون أن تنينا في النرويج اسمه ملا كريكار، ومتى يبعد، متى يقتل، متى يبتعد عنهم هذا الشر. دعني يا أستاذ مولا، دعني أستمع من القاضي مصطفى مختار ولو باختصار أستاذ القاضي عن الوضع القانوني للملا كريكار إذا ما أعيد إلى العراق. هل هناك قضايا تلاحقه؟ هل يعني سيقدم له ضمانات بعدم إعدامه أو تعذيبه؟ حقيقة لا توجد هنالك قضايا معلنة في العراق بحق ملا كريكار، وإذا كانت هناك لحد الآن قد يكون هنالك قضايا يعني سياسية خاصة بحقه. ولا شك أنني كقاضي وكقانوني أقول أن العراق الآن يعني دخل مرحلة بداية الديمقراطية واستقلالية القضاء إلى حد ما. سيد القاضي للأسف أدركنا الوقت. القاضي مصطفى المختار في محكمة دوك بإقليم كردستان، تحدثت إلينا من أربيل، وشكرا جزيلا لك وشكرا للملا كريكار في النرويج.